أهلا بيكم في بيبرس أكاديمي. تعمل داشبورد جميلة جدا بس شكلها قديم، والمخططات اللي موجودة عليها تحس إنها قديمة، وفي ناس تانية بتعمل مخططات غريبة أنت مش عارف هي بتيجي منين. تعال أقولك. ده الفيجوالز طبعا اللي موجودة عندنا أساسية في الباور بي أي. عايز أنزل فيجوالز جديدة غير دول، هاجي من هنا كده واختار جيت مور فيجوالز، هيدخلنا زي متجر كده للباور بي اي فيجوالز. اقدر اختار منه اي فيجوالز انا محتاجه بالشكل اللي يعجبني ويناسب الداتا بتاعتي. خلينا نختار هنا فيجوال كده، نشوف نختار الفيجوال ده مثلا. مجرد ما بتختاره كده هو بيحمل لك صفحه. الصفحه دي بيبقى فيها صوره عن الفيجوالز، الشركه المصنعه ليه، التاريخ، الفيرجن بتاعه، ايه الامكانيات بتاعته. تقدر تشوف كل حاجه عن الفيجوال ده وطريقه استخدامه من خلال الصفحه دي. كمان في امكانيه تعمل داونلود سامبل للفيجوال وتشوف ايه استخداماته، او تعمل اد على طول على الباور بي اي. احنا هنعمل اد للفيجوال ده. مجرد ما بتعمل اد هتلاقيه راح حمل وقال لك ان خلاص الفيجوال ده بقى موجود عندك في الريبورت بتاعك، هتلاقيه ظهر معاك هنا. لو احنا اخترناه كده وجينا شفنا البيلد فيجوال بتاع ده، هتلاقي دي الكاتيجوري والميجرز اللي محتاجه والطريقه اللي عاملاها الشركه بيه عشان يظهر عليه البيانات بتاعته. خلينا نشوف هنعملها ازاي. خلينا نختار من هنا الكاتيجوري البرودكت، ونحط هنا الميجر الارقام اللي احنا محتاجينها اللي هي السيلز مثلا، وهتظهر معانا بالمنظر ده زي عناوين الاخبار اللي بتبقى موجوده في القنوات. ده فيجوال بسيط جدا بيظهر لكل منتج موجود عندنا اهوت واجمالي المبيعات بتاعته بشكل جميل جدا. واقدر كمان اغير الشكل دوت بالحاجات اللي موجوده. اقدر اعمل لخلفيه لون تاني زي ما انا عايز واحدده عشان يبقى ظاهر مثلا شريط تحت عندي كده في الداشبورد بتاعتي بيظهر كل الداتا اللي موجودة بشكل عناوين أخبار جميل. ممكن نشيل التايتل ويبقى كده، وبكده هيكون ضفت فيجوال جميل جدا وبيعرض كمان بطريقة كويسة جدا ومعلومة مهمة جدا زي ما انتم شايفين. وبس كده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي يا صديقي.